اليوم الصباح صراحة فتحت لي نحكي على الباك بواحد الطريقة عفوية، الباكالوريا كيفاش جبت الباك وشنو الحوايج اللي استفدت منها من الباك وكيفاش نقدر نختصر لك الطريق، وبيان سور نحكي لك على واحد الصوالح اللي ممكن جدا انك ما سمعتهاش عليها في ريزو قبل، والله اللي سمعتش استاذ ينصحك بها. يعني مثلا كلمة الارتباط الشرطي، عندك عارف فكرة على الارتباط الشرطي؟ وقال هذه الفكرة لو كان ما تعرفهاش قاعدة تخسر لك الباك. كيما نعرفوا شحال من بنادم قراي يطير قرايه ولكن نهار الباك يدخل فيه حيط، وكاين اللي حاب يجيب 19 20 وبعد يلقى روحه ما جابش الباك. يعني هي من الاسباب، عده اسباب. اول حاجه نحكي لك باختصار على كيفاش انا كنت نشوف في الباك وكيفاش كنت انايا وكيفاش وليت. بون خوتي، الباك هو كان واحد الحاجه اللي تقريبا بدلت فيا شحال من حاجه. يعني قبل الباك كنت نقرا في الليسي، السيام كنت نقرا مليح، بريمير كنت نقرا مليح، ولكن كي لحقت الليسي بديت نديفي. وقت تعرف كي نقول لك نديفي ستوريات سهرات، دير هذه خدم هذه كذا منك تعرف. المهم بلا ما نحكي لك، يعني كما اغلب الشباب اليوم. اي لحقت العام تاع الباك، شوف السمانه الاولى تاعي كي دخلت للباك بدلت ياسر صوالح. علاه؟ باسكو انا نشفى فاش كنت نقرا في ذاك الوقت تاع الباك. يعني نحكي لك في ذاك الوقت تاع الباك فاش كنت نخمم نشفى في ذاك الوقت. كي كنت صغير نقرا في السيام، كان عندنا كاين خو صاحبي هذا اسمه عماد واقيل، والله نسيت اسمه. المهم هذا خو صاحبي كنا نشوفوا فيه كبير. علاه؟ باسكو حنا كنا نقرا في السيام هنايا وتجي عاقب على هذاك السيام تلقى الليسي. يعني كان خوه الكبير ديما يفوت علينا، خوه يلبس الحطه انتيك يهضر مليح بوغوس كذا منا. كنا حنا كاسقار كنا نغيروا منه. انا كنت نشوف فيه القدوه تاعي فاهم. وكان صاحبي يقول لي راه يقرا له الباك تيرمينال، يعني كنت تشوف فيه حاجه كبيره تيرمينال فاش كنت صغير. ايا كي لحقت للباك السمانه الاولى تاعي تفكرت حكايه تاعي تاع السيام، وفهمت باللي انا راني كبرت دوكا والناس بالك راه تشوف فيا كيما انا كنت نشوف في خو صاحبي الكبير. المهم دخلت في دوك الافكار ولازمني نجيب الباك، وكانت هي من العوامل ولا الدوافع اللي خلاتني نجيب الباك في ذاك العام. رغم اني كنت واحد الانسان بالك اللي ما كنتش قاعد تقرا ياك فما تعرف، رغم اني كنت انتيليجون ولكن كنت ما نقراش. المهم دخلت السمانه الاولى لهذيك للباك، بديت نحط راسي في شويه، بديت نصحى في الجماعه اللي اقرا لي هذه خدم هذه ريفيزو هذه روحوا لي تيد الفلاني كذا منك. فما هذاك الانفايرمنت تاع القرايه. دخلت في هذاك الانفايرمنت تاع الباك، ولكن انفايرمنت تاع الباك في الكلاس برك فاهم. اغلبيتهم معيدين، اغلبيتهم حابين يقراوا بصح ما مش لاحقين. يعني دخلت في واحد لونطوراج هو تاع قرايه ولكن ماهوش تاع قرايه في نفس الوقت. اي حتى واحد النهار جاتني واحد الطفله تقرا معايا قالت لي اسلام روح هايدوك معايا ابوني الله يذكرها بالخير، اسمها طيط. المهم قالت لي اسلام راني نشوف فيك حاب تقرا وتنافيغي وكذا منا، حاب تجيب الباك. قلت لها ايه حاب تجيب الباك. قالت لي نروح نعطيك واحد الفكره ولكن ما كانش تمسخير، تحوس تجيب الباك تبعني. وانا في ذاك الوقت كنت الهدف تاعي نجيب الباك، ما كنت براغماتي. انا ديما براغماتي، لو كنشوف الفيديوهات تاعي تلقاني نحكي لك شحال من الموضوع باش نلحق لك فكره واحده. يعني براغماتي نلحق الهدف تاعي ما يهمنيش. ايوا واش قالت لي قدوه الصباح كنا نقعد 8 ما تروحش للليسي، روح البيبليوتيك نتلاقاو ثما ونقراو ونوريك الصح القرايه كيفاش دايره. هذه تاع الليسي ديرها ما كانش كيما كان الحال. رحت البيبليوتيك وهذيك اول مره ندخل البيبليوتيك في حياتي، ندخل الانفايرمنت تاع الباك ونشوف جماعه تقرا قدامي وجماعه وهذاك يسال وديك تسقسي والناس. والبيبليوتيك هذه الولائيه كانت فيها جميع الاصناف، الجامعيين الكبار الصغار، جماعه المات كانوا يقراو وحدهم، جماعه الفيزيك يقراو وحدهم، التسيير يقراو وحدهم، جماعه لي لونغ، جماعه المحاسبه، جماعه. المهم دخلت الخطره الاولى كما قلت لك مع الاخت هذيك تتفاهم فيها في الاجتماعيات. نشوف بدينا نقراو في الاجتماعيات احباس ملخصات ديال هذه كذا منا، نروح للدار نريفيزي قدوه نجي باش نفهم، نلقى روحي فاهم هذه نزيد نفهمها في هذه، ومن بعد وليت نحاول باش نتشالنجيها. باسكو الانسان كيكون يشرح لك في الفكره وما تطرحلوش واحد الاسئله اللي تشالنجيه يحسك ممل. يعني لازمك تطرح عليه واحد الاسئله اللي تبين له بلي راه فاهم. والسبه اصلا اللي خلات هذيك الطفله تجيني باش نقراو هي باش تريفيزي وحده وباش انا نستفيد. علاه؟ باسكو هي كانت ديجا مكمله البروغرام في الصيف قبل ما يدخل العام، هي مكمله البروغرام. المهم بديت نتشالنجي في هذيك خوتنا، نبدا نقرا في واحد الصوالح اللي عارفها بلي راه راح تقريهم لي قدوه، نقراهم ونزيد نفهم واحد الصوالح ونطرح عليه هذوك الاسئله. المهم دخلت في ذاك الانفايرمنت مش نورمال، واحد اللذه مش نورمال. بديت ندير في علاقات جديده في بيبليوتيك وتعرفت على اصحاب جدد وصحاب اللي راهم درك اصحابي ونتلاقى معهم تقريبا كل يوم كاع بسبب هذاك البيبليوتيك. هنا اوتوماتيك ممكن دير صحاب جدد يكونوا يخدموا الهدف تاعك. صحابك اللي قدام مطلق عليك يا صاحبي فاهم. واش ندير بكم انا؟ انتم تروحوا تقصروا البيار في الليل والشيشه وهذوك الصوالح. انا واش ندير بكم؟ انا حاب نجيب الباك. وبديت نقرا تعب خدم مطلع اهبط ديرهم كاع. كنت ديما نفهم الناس، نحب نفهم الناس. علاه؟ باسكو عندي واحد الاسلوب باش نفهمك هذيك الفكره بابسط طريقه. يعني مثلا الموافقات ولا المتتاليات كنت ديما نفهمهم انا لجماعه المات بواحد الطريقه ايزي فاهم. بالك في نص ساعه نفهمها لك، ولكن في ذاك الوقت انا ما كنتش فاهم، كنت حافظ. يعني نحفظ واحد الطريقه ونحاول نبسطها لك وباش تفهمها انت، ولا باش تحفظ كيفاش تحل لك التمرين. الحمد لله. المحل الشاهد في هذه القصه واش هو؟ انه انا كي كنت نفهم في هذوك الناس هما جابوا الريزلت اكثر مني. الناس اللي كنت نفهم فيهم في متتاليات اجتماعيات لونغلي فرونسي اللي كنت نفهم فيهم كاع جابوا الباك بريزلت خير مني، او على الاقل في المواد اللي كنت نفهم فيهم انا فيها جابوا لا مويا خير مني انا. هنا بعد ما جبت الباك اكتشفت واحد الفكره كانت فيا ولكن ما كنتش واعي بها ذاك الوقت. على ذاك هذا الفيديو باش نلخص لك الطريق وما طيحش في نفس الغلطه اللي غلطت فيها انايا. اختاري من هذاك المنظور تاع عينوني حسدوني راهم بالعاني يحشوها لي كذا منك فاهم. علاه؟ باسكو انا فاش كنت نفهم
في ذوك الناس انا اصلا كنت مفهم فيهم باش انا نسجل لي المعلومه في راسي، يعني كانت الافاده لي انا مش ليهم. وهذيك فكره انهم هما كانوا يحشوا لي وراهم جابوا لا موايا خير مني وانا كنت مفهم فيهم وانا ما درتش، هذيك الفكره ما هي الا واحد العذر اخترقه عقلك باش انت ما تلومش روحك وانت هو السب. ولقيت السبه تاعي اللي خلاتني نجيب واحد لا موايا ضعيفه في الباك اللي هي الارتباط الشرطي، والله خلينا نقولوا اسمها هيروشيما. وهذه اول سبه اللي تخليك تكون نهار الباك اللي تكون فاهم حافظ مراجع مريفيزي، ولكن فاش يحطوا لك الورقه تاع الاكزامان تلقى روحك نسيت كلش. صح واش فكره هذه الارتباط الشرطي ولا لوشيما؟ اول حاجه الانسان كي يكون يقرا في دارهم مثلا، انا فاش كنت نقرا كنت باش نحط السوجي هذاك تاع المات لازم نجيب القهوه، لازم نحط تليفوني مساميه، لازم نحط الطابلات مساميه، لازم نحط هذاك الكادر، لازم نحس بهذاك الروحانيات، لازم نحط انا مانيش عارف كتاب تاع التمارين وحلولها قدامي هكذاك باش اذا حليت السؤال الاول والسؤال الثاني وبديت ندخل فيه فكره بين ان وعرف ان ورينا وكذا منا تبدا تحماض الحاله ديريكت نجيب الكتاب ونبقى نطلع على الحل كيفاش دار، وبعد نقول راح حلها كيما ونحفظ هذاك الحل. انا هنا كنت نحل 4 تمارين 5 تمارين في النهار، ولكن في حقيقه الامر مش كنت انا نحل فيهم، وانما كنت نحلهم بطريقه الحفظ. يعني فاهم ولكن الحفيظه رياضيات وفيزيك والصوالح اللي فيها هذول ما لازمهمش الحفيظه، مش كما رانا نشوفوا اليوم رانا نشوفوا في الرياضيات قادر يحفظوها لك في الابتدائيات اصلا ما يمكن سنس. يعني انسان يحل تمرين 2 3 4 5 هو راه يحفظ، يعني ما يديش هذيك الفلسفه تاع الرياضيات، ما يديش هذيك الميثودولوجي ولا المنهجيه اللي يحل بها اي تمرين تاع رياضيات، يعني كنا نحفظه في التمارين حرفيا. وهذه الفكره نورمال مراعاه فايته عليك اسمها الشحن والتفريغ. يعني الانسان كي يكون يعمر ويفرغ يعمر ويفرغ يعمر ويفرغ تلقاه ينسى، واغلب الناس بعد الباك تلقاهم كاع نساو واش قراو في الباك. علاه؟ باسكو يمشوا فكره الشحن والتفريغ. فاش حطوا لي هذاك التمرين قدامي نهار ليكزامان ثم كان بديت نشوف انا شايف هذا التمارين قبل، ولكن كي بديت نحل العقل اين ذهب؟ يعني نبقى نحاول نفكر كذا من راح كلش حرفيا، وما كنتش خايف ولا بانيكي لا يعني حليت السؤال يعني مثلا المساله حليت السؤال الاول حليت السؤال الثاني لحقت للسؤال الثالث تاع بين ان والاشتقاق وذوك صوالح كذا. فاش تلحق ثم تبدا تبانيك يا صاحبي كيفاش من جا هذا السؤال كيفاش ندير له كذا، من هنا تحس روحك نسيت كلش، تحس روحك حبست، تحس روحك انسان حافظ، تحس روحك ما درت والو. ومن بعد هنا تبدا تفكر المواد بلا راك ما خدمتش فيهم وانت متكل على الرياضيات، وفاش حطوا لك الرياضيات راك ديجا نسيت الرياضيات، وهنا تبدا تبانيكا تخلع وراح كلش. من بعد تصد صاحبك هكذا تلقاه يكتب خاش فيها النار تشعل تحكمك القنطانات، تصد هذيك الطفله تلقاها تكتب النار تشعل تحكمك القنطانات. يا صاحبي واش نحكي لك، فيلم رعب يا صاحبي والله العظيم. في ديك الدقيقه اللي تكون ليكزامان قدامك وانت بانيكي وتلقى روحك ناسي كلش وكذا، من هنا عقلك يبقى يدوموندي في هذيك الشيمه اللي كنت تقرا بها. الكاس قهوه قدامك، التليفون قدامك، هذاك الكتاب قدامك، كتاب تاع تمارين وحلول قدامك، اذا نسيت كاش حاجه تبقى تشوف التمرين تبقى تشوف في الحل. يعني هذاك الحافز اللي مولف تعطيه لعقلك باش الدماغ تاعك يبقى يحل هذاك التمرين ويمشي. ولو كان تروح تشوف الاجابه مثلا تلقى روحك عارف الاجابه ولكن نسيتها يا صاحبي، في ديك الدقيقه نسيت علاه راحت هذيك المعلومه. كيما قلت لك صاحبي عقلك يبقى يدوموندي في هذاك الدافع، في هذيك لوشيما اللي حطيتها. الكاس قهوه قدامك، قلنا التمرين قدامك كذا منه، يبقى يحوس على ذاك الدافع اللي باش هطلاش يبقى الفص الايسر من الدماغ يبقى يخدم لك ويمد لك الافكار اللي كنت تقرا فيها تراجع فيها. يعني هذاك السؤال ولا ذيك المعلومه اللي نورمال موجود فيها دقيقه تلقى روحك جبت فيها 4 ساعات باش يا الله فوقت عقلك ونوضت عقلك ونوض انا في الامتحان وليكزامان خصك دير لي هذه والشيما وراه ما كانش قهوه. لا يقول لك هو لازم تحضر لي القهوه، ومن بعد تبدا تحسب في النقاط تاع ليكزامان شحال راك جايب كذا من تلقى روحك جايب 12 10 9 12 لا باس راك فوت، ولكن بارابور القرايه اللي قريتها عام كامل باش تجيب 20 ولا 19 في المات تلقى روحك جايب 10 ولا 11. وهذه ينعكس على الريزولتا تاعك تاع الباك ولا النتيجه تاعك تاع الباك. يعني ساعات ودراهم وطيح ونوض وسهرات وشحال من تمرين حليتهم بعد تلقى روحك راطيت بسبت واش بسبت انك ما كنتش عارف معلومه الارتباط الشرطي. على ذيك تحط ليكزامان قدامك في الدار، شحال بقى الباك 40 يوم 42 يوم، كي تحط هذيك ليكزامان قدامك حط الكرونو قدامك، مثلا ليكزامان فيها 4 سوايع فيها 2 سوايع مثلا انت دير فيها ساعه ونص، حط هذاك ليكزامان قدامك وهذاك السوجي قدامك وماذا بك ما تحطوش في التليفون. علاه؟ باش عقلك يوالف هذيك الورقه ويوالف هذاك اللوغو اللي يلقاه والتمرين وكذا هكذاك باش نفسيا تلقى روحك مهيئ روحك على هذيك الورقه اللي يحطوها لك نهار ليكزامان. المهم ورقه تاع ليكزامان قدامك حط الكرونو قدامك وبقى جبد الاولى الزوجه الثالثه اقرا اختم كذا منه، ومن بعد فاش تكمل تحبس الوقت وشوف التصحيح تاعك تلقى هذاك هو النيفو تاعك. وفاش ترجع بعد للاستاذ ولا الكتاب اللي فيه الحلول والتمارين فاش تشوف الحلول ثم يولوا التمارين ولا يولوا الحلول واحد الفورماسيون ليك انت، يعني تستفيد منهم اكثر من انك ديريكت تشوف الحلول. وهكذا شيئا فشيئا مثلا تكتسب فلسفه تاع الرياضيات، تكتسب فلسفه تاع الاستوار جيو، وهذا هو عاده يكون السبب الاول اللي يخليك تنسى كلش نهار ليكزامان. يعني هو الارتباط الشرطي، انت موالف بحاجه وبعد نهار ليكزامان يلقى واحد حاجه اخرى. على ذيك انت اليوم قالك 40 يوم ولا 50 يوم راه خصك تحط روحك في بلاصه هذيك ليكزامان هكذاك باش كي يحطوا لك ليكزامان قدامك تكمل كلش جعاق. كل ما تكثر التمارين والحلول هكذاك راك في الفائده. المهم السبب الثاني خوتي هكذاك باش تفهم البيسطوات تاع عقلك فين راهم يمشوا، انت كيفاش راك تنسى واش راه يصرى في عقلك الداخل علميا. اول حاجه خصك تفهم انت كطالب بكالوريا ولا اي انسان يعقب في ليكزامان خصك تفهم بانه عقل الانسان
ولا الدماغ الانسان قسم الى اثنان. الفص الايسر وهو المسؤول عن الافكار والتحليل والمنطق والرياضيات والفيزيك وذوك صوالح وكذا منك فاهم. اما الفص الايمن مسؤول على الافكار السطحيه، يعني مثلا هذا ميكروفون، هذا كاس قهوه اللي كنت قبيل، هذاك شيكر، هذه كاميرا، انا اسلام. يعني الفصل الايمن في دماغ الانسان دائما مسؤول على الافكار السطحيه. يعني الفصل الايمن مسؤول على الافكار السطحيه، الفصل الايسر مسؤول على الافكار العميقه اللي عقلك يبقى يحلل فيها كذا. انت فاش تبقى مشوقي في هذيك الدقيقه واش راه يصرى في عقلك؟ انت كي تشوف هذاك السوجي الفصل الايمن واش يقول لك؟ انا شايف هذا النوع من انواع السوجيات. ولكن كي تبدا تقرا في التمرين السؤال الاول السؤال الثاني تلحق السؤال الثالث، قلنا بين ان وعرف ان وكذا منا، يعني المشاكل اللي تبدا في بين ان، هنا عقلك ولا الدماغ تاعك ينتقل من الفصل الايمن الى الفصل الايسر. يقول لك وهذه المعلومات راه يلاق لها تحليل، يلاق لها منطق، وانت كتروح للفصل الايسر من الدماغ تلقاه طافي يا صاحبي، فاهم؟ تلقاه مش يخدم، المنطق ما كان. اولا باسكو موالف بهذاك الشيما اللي قلنا عليها. وكاين واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي تعفن الدماغ، يعني من الاسباب اللي عندها علاقه واللي تبان لك طبعا عندها علاقه هي الريلز في التيك توك فيسبوك كذا. انت كي تكون تفرج في الريلز مثلا ولا تشوف حاجه راح تدخل في 3 سوايع 4 سوايع وانت تسكرولي طالع هابط وتشوف واحد الافكار واجده. هذيك الافكار الواجده اللي راك تشوف فيها راح تطفي لك الاجزاء اللي تكون في الدماغ الايسر. يعني الدماغ الايسر ما يوليش يخدم، التحليل المنطق الافكار ما توليش تخدم. هنا خاصك تفهم العقل ولا الدماغ ولا الانسان كيفاش يمشي. كاين واحد الحاجه تسمى الوعي الزمني، هذه تلقاها في الفلسفه. الوعي الزمني يعني اي انسان في العالم يمشي على 3 صوالح: واش كنت ندير، واش راني ندير، واش راني رايح ندير. عقلك في هذه الدقيقه تاع الامتحان نفس الفكره: واش رجعت، واش راني راح نكتب، اسكو ننجح ولا ما ننجحش. يعني الانسان الطبيعي يخمم كيما هكا. اما اذا كنت تفرج في الريلز بهذيك الدرجه وانت مولف هذاك الفصل الايسر طافي، مش عارف اللي نقول الفصل الايسر منا خافتي وقيلا عندي مشكل في الدماغ انا، يعني نورمال الفصل الايسر نورمال هذا الفصل الايسر. المهم فاش تولف الريلز وسكرولينغ وطلع وهبط، هنا تطفي هذوك النورونات اللي يكونوا في الدماغ الايسر. فاش تطفي هذوك النورونات ما يوليش الدماغ الايسر خدام، ما يوليش المنطق كاين، ما يوليش التحليل كاين، وهنا تولف عقلك باش يخمم في اللحظه الحاليه فقط. وهذه تنعكس على شحال من حاجه في حياتك، منها الامتحان نهار البكالوريا. قادر دير على هذا الاكزومبل اسقاط في جميع المجالات اصاحبي. يعني انسان ولا عنده واحد التفكير اني، تفكير لحظي، ما يخممش فيما بعد، ما عندوش منهجيه تفكير، ما يفكرش التفكير المعقد، يعني دائما يحوز دركه وكلش درك. البكالوريا تطلب منك انك تركز، ولكن هذاك التركيز يجيك اذا كنت مونطريني ومتدرب على ذاك التركيز. اما اذا كنت مدرب على الريلز وطالع وهابط كذا منه، فاش تبقى دوموندي في الفصل الايسر واش يبقى يقول لك عقلك؟ ما فيهاش يا صاحبي. انا مالف بالافكار اللي ليه جيب لي واحد الفكره عميقه اللي نبقى نخمم فيها كذا منه، وهنا راح يدي لك وقت باش تدي هذيك الفكره وتدي لك انرجي والى اخره. المهم خوتي هذو زوج افكار تمنيت اني كنت عارفهم قبل ما نفوت الباك، ودوك انت راك عارفهم. مانيش حاب نتعمق لك ياسر في الديتاي ونبقى ندوخ فيك وندخلك في الفلسفه وعلم الاجتماع وكيفاش تاثر هذه وكيفاش البيئه تاثر فيك الى اخره. ندخل لك في واحد صوالح اللي ندوخك فاهم. ديجا راه عندك الباك ياسر فيه. انت ركز على زوج صوالح: انت كي تكون تونطريني ولا تريفيزي هذيك الشيما خصك تحط روحك امام الواقع وكانك في اكزاما في امتحان. اما هذيك تاع تجيب قهوه ومساميك وصحابك وكذا من هذيك تطلق عليك. علاه؟ باش تعرف النيفو تاعك الحقيقه، ومن بعد دير واحد الفورماسيون اللي سواء من الحلول ولا تروح لليتيت. اما الفكره الثانيه واللي هي الفصل الايسر والفصل الايمن. الفصل الايسر من الدماغ اذا كنت حاب تشغلوا نهار الاكزامان خصك سوا سريعا تحبس كاع الريلز والتيك توك والفيديوهات القصيره، باسكو هذوك الفيديوهات القصيره يخلوا الجزء الايسر من عقلك يتعفن، يدير بوز، يحبس، ما يوليش يخدم. المهم خاوتي هنا يكون خلاص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. والفكره انك تجيب الباك تشالنج، حاجه تشالنجيك، ما تجيبوش كما الاجيال التي سبقتنا يا صاحبي تاع نجيب الباك باش يفرحوا هذاك باش العاطفه. يعني هي مليحه والمجتمع والعقد الاجتماعي يفرض عليك باش تجيب الباك باش تكون واحد الحاجه اللي تبان في المجتمع، ولكن خصني نقول لك باللي المجتمع اللي فرض عليك هذيك الحاجه باش تجيب الباك، يعني تجيب الباك على جال المجتمع. خليني نقول لك هذاك المجتمع اللي راك تجيب على جال الباك هذه سنوات وما تبدل فيه والو. يعني انت صاحبي خصك تشوف الباك بواحد المنظور: انا نبدل يا صاحبي، انا هو جيل التغيير من الاخر. فاش تشوف الباك بهذا المنظور تاع واحد الحاجه انا نجيبها، ثماك نظرتك لروحك راح تتبدل. المهم صاحبي ما تنساش تخلي لي رايك في الكومونتير، باسكو البارحه شوف البارحه جاني واحد الميساج في انستغرام قال لي اسلام حكي لنا على الباك ذا من نوضني مريض وما في لي اشرح صاحبي. مش عارف وين راح نلقى الميساج. معليش خوتي ايت الله. السلام عليكم.